في سنة 2000 بنشوف ديفيد وهو في المحكمة، وبنرجع هنا لذكريات ديفيد وطفولته وحياته حتى والدته اللي كانت لسه عايشة وقتها، وبنرجع لنيويورك سنة 1971 وبنشوف ديفيد وهو رايح حفلة، بس والدته بتكلمه وبتقول له الشقة اللي كنا مأجرينها فيها مشكلة في السباكة ولو ينفع يعني تروح وتصلحها، وديفيد بيوافق وبيبان انه متضايق، فبيروح على العربية بتاعته مع الكلب بتاعه ايفي، وبيوصل فعلا وبيشوف كيتي اللي ساكنة في الشقة وبيبان انه اعجب بيها، فبيبدأ يبص على ماسورة المية وبيكون واضح انه مش فاهم هو بيعمل ايه، فقال لها انت كده محتاجة سباك بدل ما اجاوب في حاجة انا مش فاهمها، وده قبل ما يعزمها على الحفله اللي كان رايحها، وبيكون متفاجئ ان هي وافقت تروح معاه، فبيروحوا على الحفله وبيقابل باباه اللي بيسمعه كلمتين عشان يتاخروا وعشان كيتي، فبيلم الموقف وهو محرج وبيقدمها للناس اللي في الحفله واللي بيكونوا مناصب تقيله في الدوله، وبيكون واضح ان كيتي كانت فقيره جدا. المهم بيمشوا من الحفله بدري وبيقول لها انه ما بيحبش شغل باباه ولا طبيعه العيله وعايز يفتح مطعم للاكل الصحي، وبنفهم انه كان عايز يبعد عن حياه العيله، فبتقول له كيتي دي فكره حلوه، ورجعت اتكلمت عن حياتها ان نفسها تدرس طب، بس من ساعه وفاه باباها الامور ما كانتش متظبطه ماديا، ومن وقتها وهم بدأوا يقربوا لبعض وحبوا بعض ونقلوا مدينة تانية، وديفيد حقق حلمه بإنه فتح المطعم، وطبعا باباه ما كانش مبسوط بأي حاجة من اللي ابنه بيعملها لأنه كان عايزه جنبه، وطبعا كانت مشكلته الرئيسية هي كيتي لأنه ما كانش عايزه يبقى مع بنت من طبقة أقل منه، وكان شايف إن هي حلوة وكل حاجة بس عمرها أبدا ما هتليق بإنها تشيل اسم العيلة، وديفيد طبعا بيقف قدام، فبيروح ديفيد وبيشوف أسرتها وكان مبسوط بحياتهم البسيطة وإن كله بيحب التاني، يعني ممكن نقول حياتهم كانت دافية، وبعدها بتسأله إيه رأيك في أهلي، وهنا معرفش يعبر قوي يقول لها أي حاجة غير إنه طلب يتجوزها، واتفاجئت وكل حاجه كانت زي الفل، يعني زي ما بيقولوا حلاوه البدايه، وبعدها بنشوفهم هما بيتجوزوا، واكيد باباه ما كانش عاجبه ده لدرجه ان هما بيتغدوا طلب منهم تمن الاكل في المطعم بخلاف انه كان اغنى واحد وسطيهم، وبنروح كام شهر وباباه جه يزورهم في فيرمونت، وبنعرف ان المطعم ما كانش شغال، وباباه طبعا بيستغل ده عشان يقنعه ان هم يرجعوا على نيويورك، وبيكون واضح انه بيحاول يلعب بدماغه لما قال له ان المفروض يعيش مراته حياه احسن، وبنفهم انه كان بيحاول يدخل جوه دماغه، وفعلا بينجح انه يدخل في دماغ ابنه، فبيتخلوا عن كل حاجه وراهم وبيسيبوا المكان وبيمشوا وبيرجعوا على نيويورك، وطبعا بيرجع للشغل عند بابا، وبنعرف انه كان زي محصل ايجار لعقاراته، وبيكون ديفيد متضايق هنا لما بيعرف ان معظم العقارات بتاعته متأجرة لاشخاص بيمارسوا فيها حاجات مش اخلاقيه، وكان فيها نشاطات ما نقدرش نقول انها الاحسن، وبنفهم هنا ان شغل العيله كان قايم على ده، وطبعا اتغاضى عن كل ده عشان يقدر يفاجئ كيتي بشقه زي دي في المدينه، وطبعا كانت شايفه ان حياتهم حلوه ويقدروا يجيبوا اطفال لان حياتهم مستقره دلوقتي، طبعا هنا الامور اخذت منعطف تاني، وبنفهم ان ديفيد ما كانش عايز حتى يتكلم في الموضوع، وهي لاحظت انه اتضايق، فرجعت سالته هو في مانع، فقال لها اه في مانع، وقفل الموضوع لدرجه ان هي افتكرت ان عنده مشكله وما بيقدرش يخلف، وطبعا الحدوته مش هتكمل الا لما يقابل صديقه طفوله ديفيد، وبيبان ان ديبرا كانت قريبه جدا ليه، وديفيد بيكون وقتها مع صحابه في الوقت اللي ديبرا كانت بتتكلم مع كيتي عن والده ديفيد، وبنعرف ان هي نطت من على السطح وتوفت طبعا، واكيد ده خلى ديفيد في حاله نفسيه مش حلوه، وما كانش واعي هو بيعمل ايه في حياته لحد ما في يوم بدا يتصرف كأن الموضوع ما حصلش او فارق معاه اصلا، وكيتي ما كانتش مستوعبه كلامها الا اول مره تسمعه، وطبعا ده سر محدش يحب يشاركه، وبعدها بحبه اشتروا بيت جديد وكانوا بيروحوا هناك في الاجازات، وقد يبدو ان الحياه هنا سويه والاتنين مبسوطين لحد ما قالت له ان هي حامل، وهنا بتبدا المشكله الكبيره، فكيتي قالت له انا كنت فاكره انك مش بتخلف، فقال لها ما كانش ده قصدي وقتها، وتوقعت طبعا ان رد فعله ما يكونش الاحسن، فكيتي كانت بتحاول تهدي الموضوع بانها تقول له ان ابنهم حياته هتكون احسن من حياتنا وهيكبر في حياه طبيعيه وسويه، وطبعا ده عك الدنيا اكتر لانه اتعصب اكتر وبدا يدي رد فعل هي ما توقعتوش، وبيبان ان هو كان رافض الموضوع، بس اول ما بيهدى بيقول لها انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا ايا كانت الا دي، لدرجه انه تاني يوم خدها غصب عنها عشان تعمل عمليه ايجاد للطفل، بس بيشوف الشرطه واقفه عند شقه مشبوهه، والشقه دي كانت طبعا مملوكه ليه، ومن غير ما يضيع وقت بيتصل بباباه، وتخيلوا قال له ايه، روح خد الايجار من باقي الشقق المشبوهه قبل ما الشرطه ما تقبض عليهم، فديفيد بيقول له طيب انا مش فاضي، انا لازم اخد كيتي مشوار مهم جدا، بس والده ما كانش شايف ان في حاجه اهم من انه ياخد الايجار قبل ما الشرطه ما تداهم البيوت دي، فبينصاع لكلام والده، فبيقول لكيتي تروح تعمل عمليه الايجار لوحدها، وبيروح عشان يلم الايجار، وما نقدرش نقول ان هي ما كانتش متضايقه او خايفه وهي مستنيه دورها في الايجار، وبيحاول يصلح ده بانه ياخدها ويخرج مع صحابه، بس كيتي ممكن نقول ما كانتش لسه مستوعبه ايه اللي حصل، واللي عكى الموضوع اكتر ان مرات صاحب جوزها كانت بتواسيها، وده قبل ما تعرض عليها مخدرات، وكيتي بتوافق، طبعا بدات هنا تنسى كل حاجه وتستمتع باللحظه، بس اكيد ده ما كانش حل، وبنشوف عربيه بتقف عند كوبري وفيها واحده شعرها اصفر وبترمي كيس في النار، وبيبان ان كان في جثه حد، وبنرجع لكيتي وهي بتنقل البيت اللي اشتروه وبتجهز نفسها للكليه بتاعتها، وديفيد كان وقتها لسه في نيويورك، وبنعرف ان هم ما كانوش بيشوفوا بعض الا في الاجازات، وطبعا بنفهم كده ان علاقتهم بدات تتدمر، وبياكد ده لما ديفيد بيعرف ان مراته اتقبلت في كليه الطب، رد فعله كان غريب جدا، وبيروح عشان يقوم، وبتوصل كيتي وهي مبسوطه عشان اتقبلت في الكليه، وكانت بتحاول تشاركه فرحتها، بس بيبان انه ما كانش مهتمه اصلا على عكس اسره كيتي اللي عملوا لها حفله بالمناسبه دي، وكانوا مبسوطين جدا ان هي اتقبلت في كليه الطب، وديفيد بيبان انه كان متضايق، فبيقول لها يلا نمشي من هنا، وده طبعا صدم كيتي، فقالت له ان هي عايزه تقضي وقت اطول مع اهلها، فقال لها انا هستناكي في العربيه، فكان مستنيها تروح وراه، ولما ده ما حصلش رجع عشان ياخدها بالعافيه من جوه، وطبعا تاني يوم لمت شنطتها عشان تسيب البيت وتتطلق، فطبعا ضغط
عليها من الناحيه الماديه، واول حاجه جت في دماغها هي مصاريف الكليه، وده ما سابلاش حل غير ان هي تكمل معاه. فتاني يوم بتكون قاعده في مطعم مع صاحبتها وبتحكي لها عن مشاكلها، فموظفه المطعم قالت لها ان الفيزا بتاعتها اتوقفت، وطبعا ده احرجها جدا. ولحظها الحلو صاحبتها دفعت الفاتوره، وبيروحوا بعدها على المحاميه اللي قالت لها لو اتطلقتي دلوقتي مش هتاخدي اي حاجه لان مفيش اي حاجه باسمه. وطبعا دي حاجه كل العائلات الغنيه بتعملها عشان تامن نفسها من المواقف اللي زي دي، وطبعا ما تقدرش تجبر اسره بالحجم ده واللي كانوا تقريبا مسيطرين على المدينه كلها انهم ببساطه يدوها فلوس. وطبعا ده ما سابلهاش حل غير ان هي تكمل معاه يا تحاول تبتزهم باي طريقه. فتاني يوم بتروح لمكتب ديفيد وبنعرف انه ضربها قبلها بليله، وبتحاول تشوف دفتر الحسابات عشان تثبت ان هم بيأجروا الشقق لاشخاص مشبوهه. ومن غير ما تضيع وقت خدت الدفتر معاها وبعتته على المحكمه، وبنشوف ان نفس الست واقفه عند الكوبري وبترمي كيس تاني ومنشار. وتاني يوم الورق بيوصل للناس المسؤولين في المحكمه، وبنعرف طبعا ان ده كان فيه كل حاجه تدين عيلته، بس قلنا قبل كده ان هم كانوا مسيطرين على المدينه كلها، فطبعا مفيش اي اجراء هيتاخد. وطبعا ديفيد بيسمع كلمتين من اخوه عشان الشغل ووالده بسبب انه ما كانش قادر يسيطر على مراته، وده وصلنا لنقطه ان اخوه هو اللي هيمسك الشغل وكل حاجه. وطبعا كيتي بترجع لبيت اهلها ونفسيتها كانت متدمره، وطبعا كانت ندمانه على حاجات كتير، اولهم موضوع الايجار لدرجه ان هي بتسكر بالليل، وبتكلم ديفيد وبتقول له ان الموضوع زاد وعايزه تنهيه باي طريقه. فقال لها ارجعي ونشوف الموضوع ده، مع وعي ان كل حاجه هتبقى احسن وانه لسه بيحبها. وبيرجع يقول للكلب بتاعه انت بتبص لي كده ليه. وكيتي كانت سكرانه وقتها وما سمعتش الكلام اي حد من اهلها، وبتوصل لبيته وبيرحب بيها وبيسالها يعني لو اتعشت، فبتساله عن الكلب عشان تطمن عليه، وقال لها انه عضه وحبسه في اوضه. فبيتعشوا وديفيد فجاه من حيث لا نعلم كان شايف انها هتبقى ام حلوه، فاكيد افكارها كلها اتلخبطت وراحت بعدها ترمي الزباله. بس وهي بتعمل كده لقيت السكارف بتاع ايفن عليه دم ومرمي على الارض، فاخدت السكارف وهي بتعيط ووريته لديفيد، بس رد فعله كان بارد وما قالش اي حاجه، وبنفهم كده ان هو اللي موت الكلب. وبعدها جارتهم بتسمع صوت دوشه جاي من البيت، وللاسف ما لقيتش اي حاجه ولا شافت حاجه. وبعدها في نفس الليله راح ديفيد للقصر بتاع بابا، وكان فاكر ان والدته بتكرهه، بس بابا قال له ان هي كانت مريضه وانه عمل كل حاجه عشان تبقى كويسه، وعمل كل حاجه يقدر عليها لديفيد. بس ديفيد كان شايف ان بابا هو السبب في وفاتها، فقال له انه كان عايزها تشوف ديفيد قبل ما كل ده يحصل، ويعني ده كان ممكن يغير حاجه. فقال له اقفل الموضوع وارجع لمراته، فقال له ان هي مشيت وخلاص بقينا زي بعض، وبيمشي من المكان. وبابا راح وراه وقال له انت قصدك ايه بقينا زي بعض. وبنرجع للمحكمه وبنشوف ديفيد وهو كبير وبيحكي ان هي راحت للبيت بتاع البحيره، وبعد كده ركبها القطر ورجعت على المدينه، ودي كانت اخر مره شافها. بس النائب العام قال ان هي اتشافت في الشقه بتاعتك في المدينه في نفس يوم اختفائها، وان تاني يوم حد شافها وهي بتعمل مكالمه وبعدها بتركب تاكسي. فديفيد بيقول له ده حصل، بس انا ماليش اي علاقه باللي حصل بعد كده. وبنرجع في فلاش باك وبنعرف ان هي اختفت سنه 1982 ومحدش لاقاها لحد النهارده. وبنعرف ان القضيه اتفتحت بعد 18 سنه لانه كان المشتبه الوحيد في الجريمه دي. ولما ديفيد عرف ده نقل تكساس، وكان خايف لدرجه انه عمل بطاقه جديده وانتحل شخصيه واحده. وفي يوم جاره بيسمعوا كلمتين بسبب الدوشه، بس ديفيد عمل نفسه اخرس عشان اكيد ما يتكلمش. وبالليل كان بيشوف الاخبار وعرف ان قضيه مراته اتفتحت تاني، وده كان بسبب روايه صاحبته ديبرا. والمرعب ان الروايه دي كانت بتتكلم عن جريمه قتل زي قضيه ديفيد وكيتي بالظبط. وبيعرف ان الشرطه راحت لبيته عشان تفتشه، وقعدوا يدوروا وما لقوش اي حاجه غير جثه الكلب. وديفيد بيجيله رساله من ديبرا وبيكون واضح ان هي كانت بتبتزه، لان هي قالت له ان الشرطه والصحافه عايزين يتكلموا معاها وان حالتها الماديه مش حلوه دلوقتي ومحتاجه فلوس. بس ديفيد بيبان انه مش متضايق من كل ده، وما عداش وقت طويل قبل ما يتصاحب على جاره مارفن. وبنعرف ان هما كانوا بيقضوا وقت طويل مع بعض، واكيد ده طبعا عرفه انه مش واحده ولا اخرس. والغريب ان مارفن ما كانش عنده اي مشكله في ده، وكان يعني شايف انه اكيد عنده سبب لده. وعلاقتهم كانت حلوه لدرجه انه كان مديله مفاتيح الشقه عشان يتفرج على التلفزيون براحته. المهم مارفن بيعرف ان ديفيد غني، وكانوا بيدوروا على بيوت فاضيه في المدينه عشان يعيشوا مع بعض. وديبرا كانت لسه بتسيب رسائل لديفيد، ولما ما ردش بدات تهدده بانها هتفضح كل حاجه للشرطه. وعند بيتها اخدت بالها من عربيه حد راكنه وافتكرت انه ديفيد وكانت فرحانه، بس لما دخلت جوه اكتشفت انه مارفن اللي ضربها بالنار من غير ما يفكر. وبيروح على فندق وبيتصل بديفيد وبيقول له انه خلص كل حاجه، بس ديفيد ما ردش على تليفونه. فمارفن كان بيحاول يوصل له باي طريقه زي المجنون، وبنعرف انه ما كانش معاه فلوس. وفي يوم ديفيد بيرجع لشقته وعرف ان مارفن هناك، وقال له انت خنتني، وكان عايز يضربه بالنار. وديفيد قدر ياخد السلاح منه، وطبعا بيشتبكوا مع بعض، والموضوع بينتهي بانه بيضربه على دماغه بالتليفون قبل ما يضربه بالنار. وبنرجع للمحكمه وديفيد قال انه قتل مارفن كدفاع عن النفس، وقال انه حصل خلاف بسبب انه ما كانش عايز يخليه يعيش معاه بعد ما اتطرد من شقته، ده اللي خلاه يحاول يقتله، وكان خايف وقتها، وده اللي خلاه يخلص من الجثه. وبنرجع في فلاش باك وهو بيرمي الجثه، وبنعرف ان الست اللي شفناها قبل كده دي تبقى ديفيد. وطبعا ايه المانع من انه يقتل كيتي؟ وده كان نفس السؤال للنائب العام بس كان بخصوص ديبرا. فديفيد قال له ما حصلش. فقال له طيب ده ليه علاقه باختفاء مراتك؟ قال له برضه لا. وبنرجع سنه 1982 بعد ما كيتي اختفت، والست اللي كانت بتعمل مكالمه تليفون اللي الراجل شافها دي في الاساس ديبرا، وكانت عامله نفسها كيتي. وبعدها بنرجع لليله بتاعه الحادثه لما راح ديفيد عشان يقابل باباه، لما قال له قصدك ايه باننا بقينا زي بعض؟ فبيفتح شنطه العربيه وشاف حاجه مرعبه، والعقل بيقول انه شاف جثه كيتي. وبيخلص فيلم بان اعتراف ديفيد بقتل مارفن اتحكم فيه بانه دفاع عن نفسه واخد براءه، واخد 9 شهور بس عشان رمى الجثه. وديبرا ما كانش فيه حد متهم
في قضيته، وقضية كيتي اتعملت إنها شخص مفقود من غير أي شبهة جنائية، وديفيد كمل حياته كتاجر عقارات ناجح بس. وبيخلص الفيلم على كده. ولو الفيلم عجبك اعمل سبسكرايب في القناة.